عمرك حسيت انكم بتكلموا اللي انتوا بتحبوهم لمجرد بس ان انتوا تطمنوا ان انتوا لسه موجودين في القائمة المفضلة بتاعتهم؟ طب انتوا طول الوقت بتقعدوا تبعتوا لهم عشان تختبروا احساسهم من ناحيتكم؟ لو انتوا لسه ده بيحصل تفتكروا دي علاقة تستاهل انكم تكملوا فيها ولا محتاجين تهربوا؟ الإجابة هنا انت ودماغك. عمرك بقى حسيت انك طول الوقت مش حاسس بأمان في العلاقة؟ أو انت طول الوقت حاسس ان انت مش عارف الضربة جايلك منين؟ يا ترى احنا هنكمل ولا مش هنكمل؟ أو الحياة هتبقى ماشية ازاي؟ جيسيكا بقى قالت لك 9 حاجات يعرفوك ازاي تبقى في علاقة آمنة وتبقى انت مطمن وتحس قد ايه العلاقة دي حقيقية ولا مش حقيقية. في حاجة عايزاك تاخد بالك منها، ان التعلق القلق اللي في دماغك ده، يعني شوية القلق اللي بيحصلوا لك لما تبعت رسالة وتتأخر في الرد أو تتصل فتلاقي الرنات طولت وهو ما ردش عليك، ده نظام أمان جوه مخك. مخك بيبعت لك إشارات عصبية يقولك هو إيه اللي حصل؟ هو ما بقاش يحبنا زي الأول؟ ده كان بيرد من أول رنة، إيه الحكاية؟ لما يحصل كده لازم تطمن دماغك، لأنه مش دايماً بتكون دماغك صح. احنا قلنا بقى، احنا فهمناها. دلوقتي لما دماغك تقولك كده لازم تفكر الفرق بين حاجتين، بين الناس اللي بتظهر وتختفي، بين الناس اللي بتلعب بمشاعرنا، وبين الناس اللي بيحصل معاها دروب. يعني ممكن يكون بيحبني جدا بس حصل معاه مشكلة فنستنى شوية. فأحياناً بيكون القلق ده لمصلحتك وأحياناً بيكون مش لمصلحتك. شطارتك بقى تخليه دايماً في مصلحتك، يعني تجيبه كأنه عدو، تصالحه كده وتقعد معاه وتقوله إحنا هنقلق بس لما يحصل حاجة تقلقنا. فهمني طبعاً. أنا هقولك حاجة واعتبرها سر بينا، أنت مش دايماً لما بيكون اللي معاك في العلاقة مطنشك بيكون ده السبب اللي مضايقك من جوه. أحياناً بيكون السبب اللي مضايقك من جوه إن أنت مش حابب نفسك لوحدك. يعني أنت ما بتعرفش تقعد كده تتمزج وتقعد تشرب كوباية قهوة لوحدك، ما بتعرفش تخرج تقعد على كافيه كده وتقعد تشوف مناظر طبيعية وشمس لوحدك. هنا بقى أنت لازم تعرف أنت عطشان حب وأمان ولا أنت فعلاً بتحب الشخص اللي قدامك ده وبتحب وجوده. لو بتحب وجوده فهيكون عندك بالانس في الحتة دي. بمعنى هو لو مش بيرد عليا لما يرجع يرد أنا مستنيه، أنا تمام. لكن لما تكون قاعد متوتر وحياتك وقفت عشان هو ما بيردش، هنا تعرف إن في مشكلة. لازم تشبع احتياجاتك من جوه قبل ما تفكر إنك تطلبها من الطرف التاني، لأنه طاقياً لو أنت فضلت تجري وراه عشان تاخد منه الحاجات دي هتلاقيه هو بيبعد تلقائي من غير ما يحس. لازم تقعد مع نفسك كتير، ولازم تدعم نفسك، ولازم تعود نفسك إن أنا في وقت بتاعي أنا بشبعه لنفسي، أنا محدش بيشبع لي مشاعري، أنا بس اللي بعمل كده. طب هقولك على حاجة، لما تكون زهقان خش اتفرج على الفيديوهات واعمل لي لايك وشير وكتير واكتب لي كومنت، هخليك تتخطى كل العلاقات اللي انت قلقان منها. لا مش بس كده، ده أنا هعلمك إنك تحب نفسك وإنك تفهم مشاعرك، وهتكلم معاك في ده. اكتب لي بس انت، جرب كده. الحاجة اللي قلتها لك كتير ومحتاج تسمعها في كل الفيديوهات بتاعتي، ان انت مينفعش تتجاهل مشاعرك. احيانا كده التعلق اللي انت بتحسه ناحية البني ادمين بيكون سببه وانت صغير. يعني وانت صغير ما شفتش الاهتمام الكفاية او اهلك ما ادوكش الحب والاهتمام الكفاية، فانت حاسس دلوقتي ان انت محتاج تشوف ده في عين حد تاني. لازم عشان تبقى في علاقات صحية تكتب مشاعرك والحاجات اللي حصلت معاك زمان ضايقتك او حسستك بفراغ. طب لو مش عارف تكتب، اكتب لي هكتب لك على طول، معروفة. طب لو انت مش عارف كده، وده بجد بقى، لو انت مش عارف انك تعرف تحكم مشاعرك او تعرف تخرج مشاعرك وتكتبها، لازم تروح لحد يفهمك مشاعرك ويخليك تكتبها قدامك وتفهم دايما انت حاسس بايه. على فكرة ده مش هيفيدك دلوقتي بس، ده هيفيدك على المدى البعيد، لانك كمان هتعرف تفهم مشاعرك وهتبقى في علاقات صحية. نرتاح كلنا بقى من المجتمع التوكسيك اللي انتوا بقيتوا معيشيننا فيه. بقينا كلنا بنحكم على العلاقات انها توكسيك، ما فهمناش احنا حاسين بايه، بقينا بندي مسميات وخلاص. مش مهم احنا حاسين بايه، المهم المسميات. شير وكتير.
أنا بنصحك إنك تملى نفسك من جوه. يعني ما تستنيش حد يقولك إنك تستاهل، لأ، أنت لازم تقول دايماً لنفسك إنك تستاهل. ولما تاخد الحلو استنى الأحسن، وقول لنفسك إنك تستاهل الأحسن. لأنك لو فضلت تعرف القيمة بتاعتك من الناس أو تشوف الحب في عيونهم فتبدأ تحب نفسك، صدقني هتتمرمط. عشان كده لازم طول الوقت تحب نفسك وتدعم نفسك وتقول لنفسك قد إيه أنت تستاهل، وقد إيه أنت كنت شاطر، وقد إيه إحنا خرجنا من معارك وكنا فيها جامدين جدا. ساعتها بس هيكون عندك صلابة نفسية، فيجي يقولوا لك هو أنت فاكر نفسك مين؟ فتحكي لهم، ساعتها هتحكي لهم. التعلق بقى بيخليك ما تعرفش تفرق، فتبدأ أول لما يقربوا تقول ياه شفت أنا استاهل حاجات حلوة إزاي. ولو بعدوا، إيه الفشل اللي أنا فيه ده فشل ذريع. لو أنت حسيت كده فلازم تفهم نفسك إنه تعامل الناس معاك ده مش بيحدد قيمتك، أنت بس اللي هتعرف قيمتك. لأنه أحياناً تعامل الناس بيبقى ليه أسبابهم الشخصية أو دوافعهم أو حتى سلوكياتهم، فحضرتك مش متحكم في كل ده. لو شيلت نفسك بقى كل ده، احنا بقينا في تعلق وتوكسيسيتي، وهتطلب علاج وهيبقى في دكتور نفساني وحوارات ما يعلم بيها الا ربنا. فلازم دايما نعرف نفسنا قيمتنا، ولما نحس بكده ده جرس انذار. فلازم تعرف دماغك بتقولك ايه وتقعد تتكلم مع دماغك. ما احنا قلنا كذا مرة نتكلم مع دماغنا ونحترمها، فاهمني؟ نحترمها. المشكلة بقى إن الناس اللي عندها تعلق دي بتبدأ طول الوقت تضغط على الطرف التاني، فأحياناً يبقى هو ملوش مزاج يمشي، والله هو عايز يقعد ويكمل معاك في العلاقة، بس أنت قاعد ضاغط عليه زيادة عن اللزوم. يعني أنت طول الوقت بتلوم عليه، أنت ليه ما ردتش غير من تالت رنة؟ هو أنت كنت فين؟ فيبدأ يحس بضغط في المشاعر، هو إيه اللي حصل؟ أنا ما عملتش حاجة. هنا بقى انت بتخلي الطرف التاني يجري وهو ممكن يكون مش عايز يجري، وهنا ممكن تخليهم يمشوا وهم مش عايزين يمشوا. انت لازم يكون عندك ثبات عاطفي، ولازم تكون مليان من جوه عشان تفهم انه احنا مش اننا لازقين لبعض طول الوقت. هو ده الحب. في فرق بين التعلق والحب، ولازم تفرق بينهم. لما تكون انت صحي من جوه هتعرف ده مع الوقت والممارسة. المشكلة بقى إن التعلق بيجذب تلقائي الناس اللي مش متاحة عاطفياً، بمعنى مخك بيحب الحاجات اللي شبه بعض. يعني يبدأ يجيب لك الناس اللي مش متاحة عاطفياً يحطهم في سلة واحدة لأنه عايز يعيد الجرح مرة تانية. هو مخك بيحب الحاجات اللي شبه بعض، هو مش كل شوية هيفكر، هو بيجيب لك شوية حاجات شبه بعض ونخلص دي نرميها ونجيب اللي بعدها كلهم شبه بعض. بيعيشك مع الشعب الصيني. هنا بقى الحل إيه؟ الحل إنك دايماً تديتوكس نفسك وتفهم مشاعرك وتعمل أبجريد لدماغك وتقول لها إحنا مش هنعمل كده تاني، خلاص ده آخر واحد. في النهاية أنا عايزاك تفهم نفسك وتفهم دماغك وتفهم احتياجاتك، وإنك تحب نفسك مش تستنى حد يحبك. ما تبقاش قلقان طول الوقت، ولازم لو قلقان تفكر أنت ليه قلقان وتكتب أنت ليه قلقان، عشان ساعتها هتبص للقلق ده وتضحك لأنه مش حقيقي على فكرة. واعملي لايك وشير وكتير وبس كده. باي باي.